السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بقناتي بجديد بالقديم، وكل اللي التحق بنا نقول لكم مرحبا بكم بوصفتنا اليوم أنا حندير لكم خبز محشي، خبز الدار محشي اللي هنا كما راكم تشوفوا محشي بتكتوكة تاع طوماطيش وبصل. هذا مكان ما فيها حتى متطلبات ولا لوازم ولا والو، بصل طوماطيش موجودين في كل بيت. طبعا هذا كما نقول ما كانش اللي ما عندهاش بصل، ما كانش سورتو موسم الصيف كاين هذو بقوه متواجدين في الدار، بصل وطوماطيش طماطم كما يقولوا. لهنا درت بصل قطعته رقيق رقيق باه يذوب لي بالخف، انا نحب نقطعه رقيق. تقطعيه رقيق خشين شويه يبقى باه يذوب، قطعيه رقيق شرائح رقيقه بزاف باه يذوب لك. ودرت الطوماطيش درتهم انا كل وحده طابت وحده حتى كي ذاب البصل، بعد زدت الطماطم. الا هنا عندي هاد الجبنه درت فيها سميد رطب، دقيق رطب ولا سميد رطب كما تقولوا. درت مغرب خماره تاع الخبز، ونزيد ملح، وزدت باكي تاع خميرة القاطو باه تجيني هاد الخبزة ما تجينيش طرية، تجيني مقرمشة. وجات مقرمشة، انا دوكا تجي مقرمشة هكذا، ما تجيش طرية كيما الخبز. وكما قلت لكم درت مغرف خميرة، ومغرف خميرة الخبز وكمية من الملح، وزدت معاها باكي تاع خميرة الحلوى، وزدت لهنا الزيت بسستها هكذا. زدت شوية الزيت، دخلت هذاك الزيت، دخلت كامل هذيك المكونات، حاولت دخلتها في ذاك الدقيق كما راكم تشوفوني ندخل فيها. وصفة سهلة سهلة، ما فيها جهد، ما فيها مكونات، ما فيها والو. في رمشة العين توجديها، ديري ديك التشكتوكة طيب، تجي تحضري هذا العجينة، دوري مع شغالك تسيبيها وريح ديك العجينة طيبيها بلا ما تخمر. لهنا نلموها بالماء، ماء بارد من الحنفية. لميتها انا حاولت، وما تجريهاش ما ديريش تخليها متماسكه بتقدري تخبزيها. لما شوفوا كيف نلم هاني هكذا، كيف نلم ونقطع في العجينه باش تجيني مقرمشه، ما تجينيش طريه هكذا سكوت هكذا. شوفوا نلم هكذا العجينه كما راكم تشوفوا. نعاود المقادير اللي التحق بينا دركا ولا كما قلت لكم. درت تكتوكه تاع بصل وطوماطيش، درت لهنا دقيق، زدت له مغرف مغرف خميرة الخبز، مغرف شوية ملح، وباكي تاع خميرة الحلوى، وشوية زيت بسستو ولميتو بالماء بارد. تحصلت على عجينة كما راهي قدامكم متماسكة. ندلكها واحد 2 مينيت هكاك، مام با 5 مينيت ما نتعداهاش، غير عبر ما تسقم روحها هكذا وتلم روحها. ونقسمها إلى 4 كريات متساوية. كيفاش راح نديرو في كل خبزة زوج، واحدة من تحت وواحدة من الفوق. هذه الأولى، هذه الزاوجة الثانية، هذه الثالثة. عينك ميزانك كما يقولوا، قسميهم متماسكين. حبيتي توزنيهم وزنيهم، انا ما وزنتهمش غير هكذا قسمتهم هكذا. سقميهم دركا، تحاولي تسقميهم شويه. تحبي تحشيها باي ماشي شرط هذا. انا حبيت ندير تكتوكه. تحبي لحم دجاج، لحم بيونداجي، فرماج، حتى حبيتي بالسرق انني دايرتها حقا بالسرق، تلقاوها في القناة. باش تحبي تحشيها حشيها، لك اختيار، ما كيش ملزمة بهذا الحشو، ما كيش مجبرة به. اللي لقيتي في الدار حشي به هذا الخبزة. مهم فرحي ولادك، هذا مكان فرحي روحك فرحي ولادك. احنا نقولوا فرحي ولادك وفرحي نفسك. نوعي، واحد ما لقى ما يدير في هذا الصيف. كاينه طماطيش، كاينه طماطم، كاينه البصله. هكذا نغطوها ونخلوها تريح. كي نشوفوها هكا ريحت واحد ربع ساعة ولا نرجعوا ليها. لهنا رجعنا للبصل هذاك راه هكا كما راكم تشوفوا راه يدبال.
حتى نشوفو دبا. دوكا نزيد هذاك الطوماطيش طابت، درت لها حبة حار. هذاك الطوماطيش قطعتها رقيق رقيق، انا نحبها شويه حاره. درت مع الطوماطيش حبة حار رقيق، قطعتها رقيق رقيق ما تبانش. ودوكا نحاول نفرغ هذيك الطماطم كامل. هنا البصل نزيد لها مغرف، هنا ما بانتليش، كانت الكاميرا طافيه. نزيدو مغرف تاع معجون الطماطم، ونزيد شويه عكري، شويه فلفل كحل. سيتو هذا ما ندير انا في الاكل تاعي. دوكا نروحو نحلو هذيك الخبيزات بعد ما ريحوا. حاولي تحليهم هكذا، تحليهم رقاق، ما تخليهمش خشان ما يجوكش مليح. قد ما ترقيه مليح، ماشي ترقيهم كيما طاكوس ولا مانيش عارفه، لا لا شويه. باش راح نديرو خبزه فوق خبزه لازم ترقيهم. ماناش راح ندير، وكان ديري خبزه واحده تجي رقيقه تجي يابسه بصح. وكان راح نديروهم ونحشوهم خبزه فوق خبزه، معليش كي ترقيهم. لو كان خبزه وحدها ما تيبسلك رقيقه بزاف، بصح هذو راح يجوا فوق بعضهم بعض هكذا. هاني حديت وحده، راني نزيد في الزوجه كما قلت لكم انا نديرو وحده فوق وحده. هكذا حليهم رقاق، عينك ميزانك. هكذا. وكنحاول نحشيها بهذيك التشكشوكه. هاي وينه عودو تكون بارده ديك التشكشوكه، ما ديريهاش سخونه، غير باش تخلي لك العجينه خضره. كون ديريها على سخونه هكذا، ديريها بارده، تسوسيها على سطح هذيك هكا، فرشي على سطح العجينه وخلي الاطراف هكا كما شتي باش نغلقو. لا نغلقي قد ما تصيري اقلي، تصيري للطرف سوا. وحابه كان عندك طابع مدور هكذا، كي تصيري تقطعيها. ما كانش عندك نورمال، انا صيرت وما قطعتش، ما حبيتش نحي الحاشيه خليتها. لهنا رميتها في الطاجين بعد ما غلقت هكاك وشوي فتحت لي. وثقبيها كامل، هنا ثقبيها كي ديريها في الطاجين ما تفخلكش ما تغونفلاش. ثقبيها هنا راهي واجده طابت. ما قلبتها وطيبتها، هنا طابت كما راكم تشوفوا فيها. نقسموها، راني قسمتها هنايا. ما انا قسمتها معكم ما تشوفوا شحال رقيقه، ما فيهاش كامل العجينه من الداخل رقيقه. اقسم بالله غير جات تقرمش هك، تتفتت في الفم. ماهيش كي مهم مقرمشه، جاتني مقرمشه. كيش نقول لكم، هذه الخبزه الدوزيام. درت انا زوج خبزات، هذه الدوزيام راح نقسمها معكم من الاولى هذيك، وهذه راح نقسمها معكم كما راكم تشوفوا هكذا. نقسموها على زوج في الوسط، نزيدو هكذا، ومن بعد نزيدو كل مرسول نقسموه الى اثنين هكذا. شوفي كي تتفتت، غير ديري المغرب البسمة تفتفت. انا هادو هي الوصفه اللي درتها الفطور لولادي وفرحوا بيها. عندي شحال ما درت لهمش، كنت عيانه كنت مريضه، عندي شحال ما درتش وصفات في الصفحه في القناه. ها شوفي شحال رقيقه من الداخل محشيه، وجات هايله بلا ما نحلف بلا والو. جات هايله هايله، وجربوها وما تندموش. جربوها، فرحوا نفوسكم، فرحوا ولادكم. كيما نقولوا هذه وصفتي نهار اليوم. ما تنسونيش اشتراك، تعليق زوين من عندكم خياتي، ولايك. وإلى وصفة جديدة أترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.